السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مكوناتنا اكلات فريده، هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي. هنعمل مع بعض القرص الفلاحي بطريقه سهله وبسيطه، مكونات في كل بيت، وكمان العجينه بتاعتها مضمونه وناجحه جدا. وعندي القرص هتبقى هشه جدا من جوه وطريه زي القطن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. اول مكون معايا هو الدقيق، ولازم يكون دقيق لجميع الاستعمالات او لو مخبوزات عشان تطلع معاك النتيجه كويسه قوي في العجين. هاخد منه 3 كوبايات كده بالشكل ده، وهنخلهم كويس قوي زي ما هنشوف مع بعض. طبعا انا هستخدم هنا العجان بتاعي، هو مش عجان يعني، هو مضرب بيض بس معاه كده الاداه بتاعه العجن. بس بصراحه انا ما استحملتش اكمل للاخر، فهكمل بقيه العجين بايدي. بالشكل ده كده حطيت 3 كوبايات ونص. هنخلهم كويس قوي بقى عشان ميبقاش جواهم هوا كده بالشكل ده. بعد كده بقى قبل ما احط المكون التاني هختبر على الخميره بتاعتي الاول. هحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه وعليها معلقه سكر في نص كوبايه من الميه، واسيبهم على جنب كده شويه لحد ما الاقيها عملت فقاعات معايا كده او رغوه على الوش، يبقى كده الخميره بتاعتي كويسه بالشكل ده كده. هبدا بقى احط كوبايه الزبده عندي، انا مسيحاها كويس وسبتها لما تهدى عشان متبقاش سخنه معايا، وابدا انزل فوقيها كده في الدقيق على طول. وبعد كده اضربهم مع بعض كويس لحد ما تغطي الدقيق كله عندي بالشكل ده كده. هرجع بقى للسكر، هحط معلقتين كبار من السكر. وطبعا انت حابه تقللي مفيش مشكله، بس بتدي تسكيره حلوه قوي للقرص بتاعتي. هلاقي الخميره كمان بقت جاهزه معايا وعملت الفقاعات او الرغوه اللي قلت لكم عليها، يبقى هي كده كويسه. هبدا بقى انزل فوقيها على طول فوق الدقيق او العجين بتاعي، واقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده كده. المكون اللي بعد كده بقى المفروض ان هو كوبايه حليب او كوبايه لبن رايب. انا كان عندي حليب وعمل رايب مني، بصراحه بيبقى ممتاز جدا جدا في العجين وخاصه القرص، بيطلعها هشه طريه معايا جدا جدا. طبعا انا هحط بالتدريج علشان العجين زي ما كلنا عارفين او الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فمش هحط الكميه كلها مره واحده، هشوف هو محتاج قد ايه واحطه مره كده على مره بالتدريج لحد ما ياخد كفايته خالص. يعني مش شرط ياخد معايا الكوبايه كلها. بالشكل ده كده هبدأ ازود تاني، حسيت ان هو محتاج تاني. كده تمام، هي خدت تقريبا معايا الكوبايه كلها بالشكل ده. هبدا بقى اخرجها من الطبق كده او العجان، وافضل افرد فيها زي ما انا عايزه براحتي كده بره بالشكل ده. هحط بقى كده شويه زيت في ايدي والمع بيهم كده العجين من على الوش، علشان ما يشققش معايا ولا ينشف، ولما لما يتضاعف حجمه بعد كده. واغطيها كده بالاسترتش راب واسيبها على جنب ساعه لحد ما تخمر معايا. هجيب بقى طبعا بقيه الشيرش اللي عندي، هو طبعا كان اكتر من كوبايه، قمت شايلاه طبعا في الفريزر، مش هستغنى عنه، هينفع في عجنه جديده او اي مخبوزات. بعد ما العجين خمر معايا بالشكل ده ما شاء الله، بصوا اتضاعف حجمه، احط صوابعي فيه كده الاقيه ما رجعش تاني، يبقى كده خلاص خمر تمام. وهبصوا بدأ كده ياخد هوا من جوه بقى كده تمام قوي، والعجينه طريه وحلوه جدا في ايدي. هخرجها بقى على على المفرش بتاع العجن دوت بتاعي، وابدا كده ايه اقطعها نصين وبالمنظر ده كده، واقلب فيها شويه كده لحد ما احس ان هي جاهزه معايا، وابدا اشكلها زي ما انا عايزه. همسك كده العجينه في ايدي واخرج منها كور صغيره بالحجم اللي انا عايزاه، واحاول على قد ما اقدر يكون كل الكور او الدوائر اللي عندي قد بعضها بالشكل ده كده. هشكل العجينه كلها نفس الشكل كده واحطها على المفرش عندي، واسيبها برضو حوالي 10 دقايق تخمر كمان شويه وهي واخده الشكل بتاعي. بسيطة أوي وسهلة ومش متعبة خالص، والنتيجة حلوة جدا. بعد ما خلصت الكمية كلها وقعدت 10 دقايق، هبدأ كده أمسك واحدة واحدة أفردها بالشكل ده. وأهم حاجة عندي في القرص ان هي تبقى سمكها يبقى مش رفيع قوي معايا. افردها بشكل دائري كده بالشكل ده من جوه لبره.
عشان لو اترققت قوي معايا هتبقى ناشفه ومش هشه وطريه. بصوا عايزه كده سمكها يبقى حوالي 1 سنتي بالشكل ده كده. هعمل شويه ساده وهعمل شويه بالعجوه. انا جبت العجوه وحطيت عليها معلقتين من الزبده، وطريتها كده وسيحتها شويه على النار حتى ما تبقى طريه معايا، مش عايزاها ناشفه. وابدا برضو اجيب العجوه بتاعتي واعملها نفس الدوائر الصغيره عشان ادخلها جوه العجينه عندي جاهزه على طول. انا كده خلصت الساده كله خلاص. بالشكل ده كده حاولت على قد ما اقدر برضو تبقى الاحجام بتاعتهم متساويه الى حد ما عشان شكلها يبقى لذيذ في الاخر. حاولت اعملها قدامكم كذا مره علشان دي اللي بتفرق قوي في شكل القرص في الاخر. سواء تطلع معاكي ناشفه او تبقى شكلها لذيذ كده. عشان خاطر العجينه لو رقيقه قوي او رفيعه معاكي زياده عن اللزوم مش تبقى يعني حلوه قوي. زي ما انتم شايفين اهو عملت العجوه زي ما قلت لكم بعد ما طريتها على النار. بدات كده خدت شكل دواير معايا بنفس الطريقه كده، وطريه جدا وجميله قوي مش ناشفه ولا اي حاجه. هبدا بقى اجيب القرص بتاعتي وافردها شويه كده بالشكل ده، واقوم حاطه جواها على طول الدواير بتاعه العجوه برضو جواها بالشكل ده. مش اللي هو افتحها اقوم حاطه حته، لا هتيجي بعد كده تقطعي القرص هتحسيها قليله قوي من جوه. فهعمل بالشكل ده كده وابدا كده اجمع العجين بتاعي تاني وارجعه نفس الشكل، وافرده فرد بسيطه في ايدي مش قوي علشان العجوه ما تطلعش معايا بالشكل ده كده. حلوة قوي بجد تحفة. وهنخليها كمان زي الشكل بتاعت الافران بالظبط. هنجيب السكينه ونفتحها فتحتين من فوق كده، هتحس ان هي زي اللي بنشتريها من بره تماما من عند محلات المخبوزات والافران بالظبط. بصوا من جوه من ورا من قدام مش ظاهر اي حاجه. بالسكينه بقى كده هفتح فتحتين بالطول كده في العجينه، بصوا في القرصه خدت معايا نفس الشكل اللي بيتباع بره، تحفه بجد والطعم كمان احلى بكتير. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. انا حبيت ان اعمل معاكم كمان واحدة بنفس الطريقة عشان تشوفي عملتها ازاي. او فردتها برضو العجوة بايدي كده من جوه برضو فوق العجين، وابدأ الم العجين معايا وتاخد نفس الشكل، واقلبها افردها فردة بسيطة بايدي كده من غير ما اضغط قوي، وافتحها فتحتين بالسكينة وخلاص على كده. لو حباها بنفس الشكل من غير ما تفتحي فتحات فيها مفيش مشكلة خالص. دي الشكل النهائي يرجع لك انتي حابة تشكليه بأي طريقة. هخلص كل الكميه بقى وابدا افردها في الصواني عندي. ما تزنقش الدنيا في الصواني قوي علشان بتاخد مساحه زياده شويه بعد السوا. فما يلزقش في بعضه وتستوي براحتها. يعني تقريبا هحط كل صينيه فيها 4 قرص كده. او على حسب حجم الصينيه، يعني كل ما تكبر معايا هزود قرصه زياده ولا حاجه بالشكل ده كده. واسيبها برضو حوالي 10 دقايق بس. تخمر كمان شويه وهي بقى جاهزه خلاص. اكون مسخنه الفرن طبعا بتاعي وما بتاخدش وقت خالص في الفرن. يعني عينك عليها ما تسيبيش الفرن وتمشي. يا دوب كده تلاقيها خدت لون حلو ذهبي من تحت كده واستوت من فوق، خرجيها على طول. ما شاء الله عملوا معايا كميه كويسه التلات كوبايات دي عملوا معايا كميه كويسه قوي. كده دخلتها الفرن خلاص اهو، وخرجت معايا بلونها تحفة تحفة بجد. طبعا بكون عندي بخاخ مية نضيف بتاع الاكل. برش كده بختين فوق القرص اول ما تطلع وهي سخنة واغطيها بفوطة نضيفة عندي. عشان تفضل معايا طرية زي ما هي وهشة جدا. بص شكلها عامل ازاي تفتح النفس بجد، طرية قوي 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 وريحتها ملت المطبخ كده، ريحتها تحفة. هفتح معاكم بقى دلوقتي واحدة بالعجوة وواحدة سادة. بصوا الطراوة عاملة ازاي، اسفنجية من جوه بجد، طرية قوي قوي، وبصوا بيضة من جوه وتحفة بجد. ودي كمان اللي بعجوة. وبصوا كمان من تحت شكلها حلو واخد لون ذهبي جميل ازاي، حلوة قوي. والعجوة يعني معبياها من جوه كده، مش بس حته في النص وخلاص. لا عشان طريقه التوزيع بتاعتها كانت كويسه ومناسبه قوي. بجد تحفه تحفه، لازم تجربوا الطريقه دي وخاصه بالرايب بتفرق قوي قوي. سهله وبسيطه، والنتيجه اضمنها لكم مضمونه جدا جدا. هتعملوها دايما بنفس الطريقه دي من كتر ما هتلاقوها ناجحه معاكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك عشان تشجعوني، وسيبوا لي كومنت حلو برايكم لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.